اوعدك ان بعد الفيديو دون هتكوني استاذه في عمايل القراقيش والمنين بالعجوه. سعر الكيلو في الفران وصل لحد 180 جنيه. تعالي بقى في بيتك بشويه دقيق وشويه خميره وشويه شمر هيخليكي احسن واحده تعملي قراقيش، ولا شويه المنين بالعجوه ما اقولكيش على ريحتهم وطعمهم عامل ازاي. وانا كنت عامل العجوه معاكم هنا على الصفحه، ممكن ترجعوا للفيديو تتفرجوا عليه. المنين طالع معايا عامل زي البسكوت بالظبط، ناعم وطري ودايب دوب. هاتي كوبايه الشاي بحليب بتاعتك وورقه وقلم ويلا بينا عشان نكتب المقادير، بس خلي بالك انا بحذرك مش هتقدري تبطليها ابدا. انا عشان اسهل الموضوع عليكم وانا هستخدم نفس الكوبايه دي كمعيار لكل المقادير بتاعتي، السكر والزيت والدقيق. هنشتغل هنا على مرحلتين. اول مرحله هعمل فيها عمليه التخمير وهحتاج فيها حوالي كوبايتين لبن، هستخدم منهم كوبايه ونص دلوقتي والنص كوبايه هشيلها على جنب. وطبعا اللبن بتاعي لازم يكون دافي عشان تتم عمليه التخمير، وهستخدم باكت كامل من الخميره الجافه ما يعادل معلقه كبيره، وهنزل عليهم بحوالي 3 معالق كبار من السكر. لو بتحب المعجنات بتاعتك مسكره شويه ممكن نخليهم 4 معالق. في المرحله دي لازم نقلب كويس جدا لحد ما نحس ان كل حبيبات السكر دابت معانا خالص والخميره كمان اختفت. هنركنها على جنب لمده 10 دقائق لحد ما تتم عمليه التخمير. هنجيب معانا بقى البوله اللي هنحط فيها المواد الجافه كلها. انا هنا استخدمت حوالي كيلو من الدقيق ولازم ننخله كويس جدا عشان يدخلوا الهواء. وعبال ما ندخل الدقيق حطي اللايك والكومنت بتاعك. هنزل بربع معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من الشمر واليانسون. انا كنت محمصهم وجرشهم يعني مطحونين خشن مش ناعم، بيعلوا التست جدا في المعجنات. هبتدي اقلب كل المكونات الجافه بتاعتي دي مع بعضها، واول ما احس انها امتزجت تمام هبتدي انزل بالمواد السائله بتاعتي. كوبايه ونص من السمنه على نص كوبايه زيت. اول حاجه كانت كوبايه سمنه، دي كوبايه نصها سمنه على زيت، واهم حاجه يكون الزيت بتاعي والسمنه دافيين. هبتدي في الاول اقلبهم كده باي سباتشولا موجوده عندي، بعد كده ابتدي اشتغل بايديا. اهم حاجه احس ان الدقيق بتاعي اتشرب كل السمنه اللي موجوده، ولازم يبقى شكله بالمنظر دون عامل زي حبيبات الرمل. مش عايز اقولك ان دي اهم مرحله في طريقه عمل القراقيش والمنين. لازم تتاكدي ان كل حبايه من الدقيق اتغلفت كويس جدا بالسمنه والزيت بتاعنا. بعد كده هنزل بتاني ماده معانا من المواد السائله اللي هي الخميره اللي كنا عاملينها. كانت كوبايه ونص من الحليب على 3 معالق من السكر على معلقه كبيره من الخميره الفوريه. نبتدي نقلبهم بالمنظر دون. هنا حسيت ان العجينه بتاعتي ناشفه شويه. هنا بقى هستخدم نص كوبايه اللبن اللي انا شلتها على جنب اللي قلت لكم عليها. ولازم يكون الحليب بتاعنا دافي، لازم اطريها بشويه لبن وهنزل عليها بشويه من الحليب. والدقيق بيفرق من شركه لشركه، في دقيق ممكن يستخدم بس الكوبايه ونص من الحليب ويطلع معانا مظبوط، عشان كده دايما لازم نسيب معانا شويه سوائل. انا بعد ما حطيت السوائل بتاعتي وعجنتها كويس، بص العجينه عامله ازاي، ناعمه جدا، ما تحسيش ان هي بتشقق معاكي، لازم تكون مأستكه كده زي ما انتم شايفينها كده. العجينه بالنسبه لي تمام، ممكن اعجنها كمان شويه صغيرين. هاخدها معايا على الرخامه ابتدي بقى اشتغل فيها. اهم حاجه اشتغل فيها بالعجن كويس جدا. لو عندك عجان مفيش مشكله، حطيها في العجان بتاعك، هتاخد معاك ربع ساعه و10 دقايق. انا هنا هعجنها بايديا بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. هفرد العجين والمه تاني، لازم الاقي العجينه دي بتاعتي طريه جدا. اول ما تلاقي العجينه بتاعتك بقت ناعمه جدا وانت بتعجنيها خلاص وقفي كده وتمام، وهنسيبها تتخمر. لو ما عملناش الطريقه دي او ما عملناش الحركه دي هتطلع معاكي ناشفه ومحجره. وكمان بالطريقه دي انا بشغل الجيلاتين اللي موجود في الدقيق وبعمل له عرق. في المرحله دي انا هسيب العجين بتاعي يرتاح بس مش هخمره لحد ما احضر العجوه بتاعتي. والعجوه دي انا كنت عاملها قبل كده من بلح الرطب، ممكن ترجعوا له الفيديو موجود على الصفحه وتتفرجوا عليه. الفيديو هنا ممكن يكون طويل شويه بس انا حبيت اقول لكم التفاصيل بجد. كيس التلاجة ده دهنت عليه شويه زيت صغيرين عشان خاطر يسهل معايا نقل العجوه. بالمنشبه هنبتدي نفردها بالسمك اللي احنا نحبه. وهنا هنبتدي مرحله مهمه جدا، مرحله التفصيل. هنا هبتدي احدد طول الصباع بتاع القراقيش بتاعتي او المنين طولها قد ايه. هيبان معاكم انا قصدي ايه بعد ما انقل العجوه بتاعتي للعجينه. هبتدي الم الزيادات دي كلها، والزيادات دي طبعا انا مش برميها، انا برجع تاني اعجنها وافردها من جديد. واهم حاجه العجوه بتاعتنا تكون طريه، لو لقيناها محجره او ناشفه معانا ممكن نحطها على النار 5 دقايق على نار هاديه، هترجع معاكي طريه جدا. انا قسمت العجين بتاعي واخدت منه جزء وهبتدي افرده بالمنظر دون. هفرده في الاول بصوابعي بالمنظر دون كده، بعد كده هجيب المنشبه بتاعتي او المردانه وابتدي افرده بيها. بس اهم حاجه وانت بتفردي ما تخليهاش رفيعه، خلي فيها شويه لحميه عشان ما تنشفش منك في الفرن. هبتدي اجيب حته العجوه اللي احنا فصلناها مع بعض قبل كده، ولازم اسكنها كويس على حته العجين يعني احس انهم اندمجوا مع بعضيهم. هبتدي افصل العجين بتاعي على قد العجوه اللي موجوده، ولازم اسيب زيادات في كل جنب. وطبعا كل العجين الزياده اللي انا بشيله دون برجع بعجنه من جديد وهشغله في القراقيش. انا لازم اظبط كل الجناب بتاعتي والاقي كل الجناب بتاعتي مستقيمه، يعني الزيادات اللي انا هشيلها من فوق من الجناب، لان انا هرجع اسكن العجين بتاعتي فوق العجوه. وزي ما انتم شايفين كده قطعه العجين ماشيه معايا زي الملبل، طريه جدا وجميله جدا، تحس انها قطنيه في ايدك. ولازم اتك عليها بالمنظر دون واسكنها برضو على العجوه. يعني العجوه انا اول ما حطيتها سكنتها على العجين، وبعد ما بقفل لازم اسكنها عليها تاني. هبتدي الم الطرف التاني فوق العجين بتاعي، واخلي بالي من اللحام بتاعنا دون، واخلي العجين كله يكون مفرود. اي قطعه تحس ان هي مش مظبوطه ابتدي افرديها بايديكي، عشان لو دخلتيها الفرن بالمنظر دون هتطلع معاك تخينه جدا. بعد كده هبتدي اقفل بقى اللحام بتاعي. اهم حاجه اللحام هنا،
لازم اضم اللحام ده كله على بعض بالمنظر دون. وهاجي في اول العجينه بتاعتي هقفل واشيل برضو الزيادات. انت تحس ان التفاصيل كتير، بس انا مش عايز اقول لكم ان هي سهله جدا وبسيطه، ولو عملتيها مره هتحس ان هي سهله جدا معاكي بعد كده. انا شلت الزيادات من الطرف التاني. كده انا ظبطت العجينه بتاعتي وبقت جميله جدا. تعالوا بقى نقلبها على الوش التاني ونبتدي نفردها بايدينا ونبطط فيها. انت هنا ليكي كل الحريه، ممكن تحطي سمسم، ممكن تحطي معاه حبه البركه، ممكن تعملي ميكس بين الاتنين. انا هنا حطيت سمسم، وبعد ما بحط السمسم بمشي عليه بالنشابه عشان خاطر اول حاجه انا اعمل وش واسكن السمسم على العجينه. ابدأي بقى عمليه التفصيل. انا هنا كنت مقطع الصباع، كان تخين شويه، انا بحب الصباع محمل شويه، انت ممكن تقطعيه ارفع من كده. هبتدي اجيب الصاج بتاعي ومش مدهون اي حاجه، كده كده العجينه بتاعتي مخدومه كويس جدا، وهرص فيها كل الصوابع اللي انا قطعتها. اما هنا بقى انا ما بحبش التقطيع بالسكينه عشان بيعمل البوز اللي انت شفتوه دون، علشان كده بفضل قطعه البيتزا. تعالوا بقى نعمل القرقيش الساده، وعايز اقول لك سر الطراوه بتاعتها في الحركه اللي انا هعملها دي. اخدت قطعه من العجينه بتاعتي وهبتدي افردها كويس جدا. اهم حاجه الارتفاع بتاعنا ما يكونش رفيع، لازم يكون فيه لحميه شويه. حاولي تفرديها على شكل بيضاوي، هيسهل معاكي جدا القرقيش وانت بتعمليها. هنا بقى السر اللي انا بقولك عليه، هنلفه كده زي الرول، وكل ما نلف لازم نبرم بايدينا لبره زي ما انتم شايفين كده، ونفرغ الهواء من جواها. نفرد لبره بصوابعنا كده ونشد العجينه بتاعتنا عشان خاطر لو في اي فراغات هواء تطلع منها وما تكونش العجينه بتاعتنا منفخه. انا عايز اقول لك ان بالطريقه دي انا هتاكلي قراقيش اللهم بارك، مش هتبطلي الطريقه دي ابدا. تعالوا بقى هنا مكان اللحام. لحام العجينه لازم نقفله كويس جدا على بعض. انا في الفيديو هنا مشيت معاكم تفاصيل التفاصيل، عشان خاطر في ناس كانت بتقول لي القراقيش معانا ما بتنجحش، فانا حبيت اوريكم التفاصيل كويس جدا. هنا بعد ما قفلت اللحام بتاعي هرجع تاني اقلبها وابطط القراقيش بتاعتي بايديا بالمنظر دون. وزي ما عملنا في البنين بالعجوه هنعمل برضو في القراقيش بالمنشبه، وهنمشي عليها عشان خاطر نعمل الوش بتاعنا. هنا انت ممكن تتحكمي في عرض القراقيش بتاعتك تكون قد ايه. انا عملتها بالسمك دون، انت حابه ترفعي عن كده ممكن ترفعي عن كده. بس شايفين منظر الطبقات عامله ازاي بسبب الرول اللي احنا عملناه في الاول والتفريغه الهواء اللي احنا عملناها. انا مش عايز اقول لك ان انا بعد ما خبزتها القراقيش دي كانت هشه جدا وخفيفه جدا من جوه، وكمان كيلو الدقيق اللي احنا استخدمناه رمى معايا كميه محترمه جدا. وبنفس الطريقه والمقادير دي احنا ممكن نزود اي كميه احنا عايزينها. انا هنا القراقيش بتاعتي لما بتيجي تخمر مش لازم اسيب لها فرق، ان هي ما بتخمرش بالعرض، بتخمر لفوق. مده التخمير في الصيف ربع ساعه. هدخلهم على فرن مسبق التسخين على درجه حراره 180 لمده ربع ساعه، ولو لقيت الوش لسه ما احمرش ممكن اولع عليهم الشوايه لمده دقيقه ويطلعوا معايا بالجمال ده. ادي المنين اللي احنا عملناه وادي القراقيش. بصي بقى شكل المنين عامل ازاي، تحفه، ومش عايز اقول لك على طعمه بالعجوه ما كانش ليه حل والله. وكمان بيقطم معاكي في الاكل حاجه كده زي البسكوت. اللي بيحب المعجنات عارف انا بتكلم في ايه. ولو عجبتكم الطريقه بتاعت النهارده قولوا لي عشان خاطر اعمل لكم بعد كده معجنات مملحه. ودي القراقيش بتاعتنا كانت لسه طالعه من الفرن، يعني كانت لسه طريه. القراقيش خاطر تبقى كويسه جدا ممكن تاكليها تاني يوم. وما دام قلنا قراقيش يبقى لازم السقسقه. اي حد بيحب المعجنات عارف يعني ايه كوبايه شاي بلبن جنب المعجنات. وقولوا لي في الكومنتات انت بتحبي القراقيش الساده ولا المنين بالعجوه. وبكده احنا خلصنا وصفتنا. اخد كوبايه الشاي بحليب واقول لكم مع السلامه.